بص يا معلم، في البداية كده يا ريت تضغط على علامة اللايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان تساعدنا ننشر فيديوهات كتيرة الفترة اللي جاية. ويلا بينا نخش في التفاصيل. بتدور أحداث الفيلم قبل 2000 سنة لما كانت الأرض متقسمة 4 أمة المتحكمين في الماء ودول بيقدروا يحركوا المية، وأمة المتحكمين في النار ودول بيقدروا يحركوا النار، وأمة المتحكمين في الأرض أو التراب ودول بيقدروا يحركوا أي صخور، وأمة المتحكمين في الرياح. وكان دايما في شخص واحد اسمه الأفاتار بيقدر يتحكم في الأربع عناصر، ووجوده مهم جدا عشان يحقق التوازن بين ال4 ده أنج من أمة المتحكمين في الرياح. اتولد لقى نفسه أفاتار، ولكن دي بتكون مسؤولية كبيرة، فقرر يهرب عشان يقدر يعيش سنه. وبيفوت بعد كده 100 سنة، ودي واحدة اسمها كاتارا، واحدة من أمة المتحكمين في الماء، وده أخوها زوكا. بعد ما بيخلصوا تدريب بيكونوا في الطريق عشان يرجعوا للقبيلة، ولكن في الطريق بيسمعوا صوت تحت الجليد، فبيبدأ زوكا يخبط في الجليد ده، وفجأة بتظهر كرة كبيرة جدا مليانة هواء بتخرج من تحت الجليد، وبيكون جواها شخص بيشع ضوء. كتارا بتبدأ تكسر في الكرة دي لحد ما بيخرج منها ضوء بيوصل للسماء، وبيشوف الضوء ده الأمير سوكا، أمير من أمة المتحكمين في النار. وبيكون خرج من الكرة دي كائن غريب جدا، وجنبيه طفل نايم، فبتقرر كتارا تاخده معاهم للقبيلة. ولما بيفوق أنج ما بيكونش عارف إنه نايم في الكرة دي بقاله 100 سنة، وبيكون الأمير سوكا اللي شاف الضوء جاي هو ورجالته، وده لأن مملكة النار بقت تستبد كل الممالك التانية في ظل غياب الأفاتار، وما بيكونش حد قادر عليهم، لكن بيخافوا جدا من ظهور الأفاتار. وهنا الجندي بياخد أنج وبيوديه لسوكا اللي بيعرف إنه من أمة المتحكمين في الرياح، فبيقول له أنت هتيجي معايا السفينة دلوقتي وإلا هدمر القرية كلها. فبيوافق أنج عشان محدش يتأذي بسببه، وبتفضل سوكا تلوم أخوها عشان سابوا أنج لوحده وما دافعوش عنه، واخوها بيحس ان عندها حق وكان لازم يدافعوا عنه. وفجأة بيسمعوا صوت بره، وبيطلع الكائن اللي كان مع أنج في الكورة، وبيكون الكائن ده بيقدر يطير. وهنا عم الأمير سوكا بيقول لأنج هنعمل اختبار بسيط وبعد كده تقدر تمشي، وبيبدأ الاختبار بالشمعة وبتتحرك النار ناحية أنج، وفي اختبار المية برضه بتروح ناحية أنج، فبيفهموا انه افاتار. وهنا أنج بيستخدم الرياح وبيهرب بسرعة، وبيقدر يتغلب على الحراس بالقدرة دي. وهنا أنج بيكتشف انه على السفينة في نص البحر، وبيسمع صوت الكائن اللي بيطير، فبيقرر أنج يطير باستخدام قدرته على التحكم في الرياح. ولما بيوصل للكائن بيقول لكاتارا انه هيرجعهم قريتهم وبعد كده هيروح القرية بتاعته، وهنا بيقرروا انهم يروحوا معاه. وبيكون أنج سعيد جدا عشان يرجع المكان اللي اتربى فيه، وفجأة السعادة دي بتتحول لحزن لما بيكتشف ان مملكة النار قتلت كل المملكة بتاعته، وبيلاقي وسط الجثث سلسلة كان عاملها للمدرب بتاعه اللي علمه كل حاجة. وهنا بقى أنج بيتعصب جدا، وبتظهر بعض قدراته كأفاتار، وبيكون عنده القدرة على التواصل مع الأرواح، وبيكون مش فاهم هو جه هنا ازاي وليه. وبيلاقي قدامه كهف فبيدخله، وبيلاقي روح التنين بتسأله انت كنت فين طول الفترة اللي فاتت دي، ولكن ما بيلحقش يجاوب عشان بيسمع صوت كاتارا بتقول له حاول تهدى، احنا هنفضل جنبك ومش هنسيبك. وفي الوقت ده قائد مملكة النار بيقابل الأمير سوكا وبيعزمه يتغدى معاه على السفينة بتاعته. وقبل ما الغدا يبدأ بيقول القائد اسمحوا لي ارحب بالأمير سوكا اللي الأفاتار الصغير هرب منه. فسوكا بيتعصب وبيقول له انه هيلاقي الافاتار وكل حاجه هترجع زي الاول. في الوقت ده بيكون أنج قرر يواجه مملكه النار، ولكن الاول محتاج يعرف الناس ان الافاتار رجع، خصوصا ان مملكه النار كانت محتله معظم القرى، وفعلا ناس كتير بتنضم ليه عشان يقدروا يخلصوا من مملكه النار. وبيبدا أنج يخش قريه ورا التانيه ويحارب جنود مملكه النار قدام الناس، وكل قريه كان بيدخلها كانوا بيعلقوا صورته وبيقولوا ان الافاتار راجع. وبيتبقى انه يتحكم في باقي العناصر لانه هرب زمان قبل ما يتعلم كل حاجه، فبيفتكر عالم الارواح والتنين اللي كلمه وبيعتقد انه ممكن يساعده، فبياخد الطائر بتاعه وبيطير بيه على معبد رياح الشمال عشان يلاقي اي معلومه او اي حد يساعده. ولكن بيلاقي المعبد ده مهجور والكهنه اللي فيه ميتين، وبالصدفه بيكون في واحد في المعبد وبيساله عن اللي حصل والناس راحت فين، فبيقول له ان جنود مملكه النار هم اللي عملوا كده، وبيقول له في مكان في المعبد الجنود ما عرفتش توصل له، وبياخده للمكان ده وبيطلع فيه كل الافاتارات اللي مرت على مدار السنين. لكن للاسف الراجل ده بيطلع خاين وبيسلمه لجنود مملكه النار، وبيمسكوا أنج بسهوله لان عددهم كبير جدا. ولكن في الوقت ده بتتواصل الارواح مع أنج، وروح التنين بتقول له على معلم هيقدر يساعده، والمعلم ده موجود في الارض الشماليه. ولما بيفوق أنج بيلاقي القائد قدامه، فبيقول له انت عاوز مني ايه؟ فبيقول له القائد انا مش هقتلك وهاخدك تقابل ملك مملكه النار. واثناء ما بيكون القائد مشغول بيجي واحد مقنع وبيحرر أنج من قيوده، وبيحاربوا جنود مملكه النار، وبيطلع الشخص المقنع ده الامير سوكا. أنج بياخد الامير سوكا المكان امن، وبعدها بيسيبه عشان يروح المكان اللي الارواح قالت له عليه عشان يتعلم يتحكم في باقي العناصر.
وبيعرف نفسه لملكة المدينة وبيقول لها انه اخر المتحكمين في الرياح، لان مملكة النار قتلتهم كلهم. وبعد ما بتتكلم معاه بتؤمر القائد يعلمه ازاي يتحكم في باقي العناصر. وبعد فترة من التدريب بتقدر مملكة النار تحدد مكانه وبيبعتوا جنود وسفن تقبض عليه. وبيعرف أنج ان الجنود على ابواب المدينة، فبيقرر يتكلم مع الارواح وبيسأل روح التنين اعمل ايه، فبتقول له انت الافاتار وريهم قوة المحارب. فبيطلع أنج على سور المدينة وبيقرر بقى يوريهم قدرة الافاتار، وبيتحكم في كمية كبيرة جدا من المية وبتكون الجنود مرعوبة جدا، ولكن بيقرر ما يقتلهمش ويكتفي باللي شافوه من قدرته. وطبعا كل الجنود بتنحني لأنج وبتقول له كتار انت قد المسؤولية دي وما تخافش كلنا هنفضل جنبك. وبيخلص الفيلم على كده.